بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم لي نيم أزياتيك كيجيو رائعين ساهلين ولذاذين بثلاثة الأنواع ديال اللحوم. ورق الفيلو كيجيو غزالين تبارك الله وصل على النبي، بحشوة ساهلة مهلة، ما كاين لا شحر لا قلي لا والو، غير خلط وعمر في الحشوة وعمر في الورقة. كيجيو زوينين تبارك الله وصل على النبي. ومرحبا بكم، تابعوا الفيديو وبسم الله على بركة الله. عندي في المكونات انا هي كتخدم بورق الارز، انا ما لقيتش ورق الارز عوضته بورق الفيلو، وكتبغي حتى الشامبينيون نوار ما توفرش عندي. وفي المكونات غادي نحتاجو ورق الفيلو، عندي ربعة ديال صدر الدجاج مطحونه وربعة ديال الكروفيت. المهم اكثر من ربعة، ولكن ها نتوما كتشوفوا الكميه اللي تحصلت عليها. و250 غرام ديال اللحم، ديال كفتة اللحم. عندي بصله محكوكه ومعصره من الماء مزيان، وعندي بيضه، جوج جزرات محكوكين حتى هما، وعندي معلقه ونص ديال النشا اولا مايزينا، وعندي طريف ديال السكينجبير هكا داك 2 سنتيم، ولا الا ما توفرش نقدروا نديروا السكينجبير العادي بودره. وعندي نص معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال الملحه، ومعلقه ونص ديال صوص الصوجا، وإلا كان شويه ديال الحار حتى هو مزيان. عندي 2 مربعات ديال الفيرميسيل ديال الارز، حتى هي كنرطبها في شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه ونخليها تطلق، ونصفيها ونقطعها غير هكا طويله، نخليها شي شويه طويله صافي. وندير شويه ديال المعدنوس، تقريبا واحد 2 معالق اولا 3 المعالق ديال المعدنوس مقطع رقيق صافي. وغادي ندير هاد المكونات، هاد الحشوه ما كتشحرش وكطيب دقه واحده، كديري كلشي المكونات على بعضياتهم وكتخلطي وتعمري بها الحشوه ساهله ماهله. الا كان شامبينيون نوار حتى هو كنرطبوه في شويه ديال الماء ونصفيوه ونقطعوه ونديروه حتى هو هنايا. تقدروا ديروا حتى الزيتون اولا الكورنيشو. مهم انا هذه هي الحشوه اللي استعملت وجات غزاله تبارك الله وصل على النبي. هو داك الشامبينيون نوار صراحه كيعطي منظر في الحشوه، كتجي منظر ديالها احسن، ولكن لما توفرش ما عندنا ما نديرو، نخدموا بداكشي اللي كاين الصراحه. والله الا ما داق جا رائع. هنا درت تقريبا معلقه ونص ديال صوص الصوجا، ودرت هذيك معلقه ونص ديال نشا الذره، ودرت عليهم هذاك حكيت هذاك السكينجبير طري. وغادي ندير حتى شويه ديال المعدنوس راني كنت ناسياه، وغادي نخلط بيدي، ما كاين لا ما تشحر لا والو صافي ما كاين لا شحر، كل حاجه بوحدها لا والو، كلشي كيتخلط مره واحده. وها هي حشوه واجده للحشو. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنسيش ليا اختي لايك، راكي كتنساو ليا لايك المشاهده كاينه في الفيديو، واللايكات قلالين الله يرحم الوالدين. اللي وصلت معايا لهنا ما تنساش دير ليا لايك وشي كومونتير زوين، ولا جات على خاطركم مشاهده حتى الاخر. وكون خير ان شاء الله. كنتمنى نكونوا خفاف ظراف على القلوب ديالكم، ونكونوا كنقدموا لكم كل ما هو جديد وصحي والحاجه اللي كيكون عليها الطلب بحال هادو والله العظيم ما كيبقاوش نهائيا، كيتكالوا حتى الوليدات كيبغيوهم، حتى المدرسه هكا اللانش بوكس او لا هكا الخرجات او لا صراحه رائعين. حتى رمضان الكريم ان شاء الله، الله يبلغنا، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حتى هما الصراحه راهم كيجيو غزالين الفطور هكا مع لي صوب مع الحريره مع اي حاجه كيجيو غزالين. هنا بالنسبه لورق الفيلو هي شي شويه حساسه، كنبغيو نخدموا معاها غير بالسياسه غير بشويه، نحلوها كيف ما كتشوفوا، واللي بقى كنردوه للبلاستيك ديالو اولا نردو له البلاستيك وحده اخرى جديده، ونطلقها غير بشويه لان هي كتكون هكا شي شويه دغيا كتقطع. وبالنسبه للزيت تقدري ديري الزيت اولا ديري الزبده، الا كانت الزبده حتى هي تذوبيها مزيان وما تخليش فيها داك الحليب ديالها، تصفى مزيان من الحليب ودهني بها، اولا الزيت صراحه حتى هو كيجيو مقرمشين بهم وزوينين صافي. بقيت كل وحده كل ورقه كنطلقها كنقسمها على جوج وكندير فيها الحشوه. والحشوه ما خصهاش تكون مقببه من الوسط ومن الطراف خاويه، يكون كي الطراف كيف الوسط، تكون هكا عموديه مستقيمه مقاده صافي. شوفوا واخا كتكون هكا كتقطع ما تخافيش منها، غير بالسياسه
كتقاديها وتصايبيها وكتكملي بها الخدمة، راها كتجي زوينة. صافي بالنسبة للحشوة راها كتشرب هداك مايزينا وداك الفيرميسيل ولا الشعرية الصينية، كتشرب هداك الماء. غير هو البصلة خصكم تعصروها مزيان من الماء باش ما تطلقش، لان هي فيها الماء بزاف، باش ما تطلقش لينا الماء وتفسد لنا الورقة ديالنا. صافي هنا هاد الورقه اللي طحت فيها شي شويه قديمه ماشي جديده، ولكن المهم راني تعاملت معاها وغير بسياسه هكا بشويه بشويه راه كتخدمي بها، ماشي بحال ورقه البسطيله كتكون طايبه وكتجبد وكديري بها اللي بغيتي. اما هذه لا، كتكون مازال ما طايباش، راها غير عجينه ومفروقه بالنشا من الوسط. صافي ومن بعد كتطلقيها وتخدمي بها بسهوله. انا هاد الكميه بقات لي منها تقريبا واحد 3 الورقات ونص اللي بقاو ليا من هاد اللي شاطوا ليا من هاد الكميه اللي بقات لي. تقدروا ديروا بها شي معسله واحده اخرى او لا. مهم دابا يكون ان شاء الله افكار جديده في هاد رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله، غادي يكون شي حاجه زوينه وجديده. وانا صراحه كتعجبني هاد ورقه الفيلو، كتجي مقرمشه وكتعطي واحد الخفه، كتجي خفيفه سبحان الله العظيم في الماكله ديالها. كتجي رائعه. صافي من هنا ما بقيتش كنحط كل ورقه حدا اختها، وليت كنحطهم وحده فوق وحده باش حتى داك الزيت اللي كيطيح اولا كيشقق كيكون كينزل الورقه اللي تحت منها. وهاد الطريقه جاتني اسهل من الطريقه الاولى. بقيت كنحطهم بحال هكا وحده فوق وحده وكنخدمهم، كنلوي هاد الجهه ونلوي هاد الجهه الاخرى بلا ما كندير لا باش تلصق لا والو. كنحطهم هذاك الجهه النهايه ديال الورقه كنحطها هي اللي الوجه ديالها في اللاطه، كتكون القاع ديالها محطوط فوق اللاطه. صافي كنستمر على هاد الطريقه. وهنا بالنسبه للتجميد تقدري توجديهم وديري لهم واحد بلاستيك غذائي وتفرشي وحده حدا وحده مباشره في البلاصه في السوبيره اولا البواطه فين غادي تجمدي، تكون عندك واجده وكيتلويهم تحطيهم فوق منها. وكل طبقه على وحده ديري بلاستيك غذائي وتدخليهم المجمد. ومنين تخرجيهم من الفران ملي تبغي طيبيهم مباشره الفران طايب، الفران يكون سخون مزيان ما تخليهمش حتى يذوبوا ديريكت للفران. هادو بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد، ما طيبيش الكميه كامله. اما انا راني طيبتها كامله على درجه الحراره متوسطه باش الحشوه ديالنا كطيب، وحتى هما كياخذوا واحد اللوين هكا مذهب، وحتى القرمشه كتكون زوينه. خليهم يطيبوا على خاطرهم. مهم درجه الحراره اهم حاجه انها تكون متوسطه، لان هاد الورقه دغيا كتحمر وحنا حاجتنا ان الحشوه من الداخل طيب. وهذا الشكل ديالهم كيفاش جاو، واحد القرمشه واحد اللذه واحد الخفه ما شاء الله صلى على النبي. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يكون نال الرضا ديالكم، يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتجربوا الوصفه ان شاء الله وتنال الرضا ديالكم. راها كتجي غزاله تبارك الله وصلى على النبي. الحشوه لذيذه ورائعه. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى ينال الرضا ديالكم ويعجبكم. فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.